Hello everyone, welcome back to our channel. النهارده احنا في الحديقة القرآنية في دبي. الحديقة مساحتها 600 ألف متر مربع، وزوار فيها تقدر تعرف أشهر النباتات اللي ذكرت في القرآن والسنة. أول حاجة عملناها إن إحنا رحنا نقطع التذاكر بتاعة البيت الزجاجي. البيت الزجاجي اللي قدامنا ده ب5 درهم للفرد، وفي كهف المعجزات هو كمان ب5 درهم للفرد، ودول بس الحاجتين اللي بتدفع لهم تذاكر في الحديقة كلها. غير كده باقي الحديقة كلها بالمجان، يعني لو مش عاوز تدخلهم الخروجة كلها هتبقى ببلاش. في المدخل هنا كاتبين القائمة بأسماء النباتات المذكورة في القرآن والسنة: ذرة، زيتون، تين، حمضيات، ليمون جراس، الحبة السوداء، خيار، زعفران، شعير، ريحان، الحنة السوداء، قمح، عود، موز، توم، سمسم، عدس، رمان، نخل، عنب، بطيخ، بصل، يقطين، جنزبيل، حنظل، صبار، مستردة أو خردل، سلق، وكرات. البيت الزجاجي فيه أشهر النباتات اللي مذكورة في القرآن والسنة، وبيبقى مكتوب النبات ده إيه هو وإيه فوائده الطبية أو الصحية، وإذا كان ذكر في القرآن أو في السنة. هنا في الحبة السوداء أو البلاك سيد. وهنا المعلومات اللي عنها وإن هي مذكورة في السنة. يرتبط أكل حبة البركة أو شرب زيتها بتقليل الآلام وتقلصات المعدة. الجو بره حلو لأن احنا خلاص يعني بقينا في الشتاء يعني يعتبر. الجو حلو بس التكييف حاجة تانية خالص. القثاء، الخيار يعني كيوكمبر، مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية. ده البطيخ مذكور في السنة النبوية. أعتقد هو بيبقى هنا بس هو تقريبا ده مش موسم ولا حاجة. الناحية التانية في الرمان وإنه مذكور في القرآن. الزعفران وبرضه أعتقد إنه مش الموسم بتاعه فهو مش موجود، إنه مذكور في السنة. العدس إنه مذكور في القرآن. الزنجبيل أو الجنزبيل. شعير، بصل، وغيرهم كتير أوي. المكان مليان. احنا طلعنا من فوق عشان نشوف المكان من فوق، يعني نشوف الفيو من فوق عامل ازاي. الجو هنا التكييف فيه اقل من تحت، يعني تحت التكييف كان فيه اكتر، يمكن عشان الميه، يمكن عشان هنا الازاز اقرب ليه فشافت الجو، مش عارفه. وده كان المنظر من فوق. المكان مدي شويه طابع استوائي، صوت الميه، الديزاين الخشبي بتاعه، الزرع، فمدي شويه انه طابع استوائي، كاننا في حته ليها علاقه بالامازون او الحاجات دي. كان كمان بيوفر كرسي بعجل للناس الكبيره في السن، او وقت ما تطلبي هيوفروا لك كرسي بعجل. دايما اي حد بيجي المكان هنا بيتكلم على ان دي اهم قطعه موجوده، شجره الزيتون، ان هي كبيره، شكلها حلو،
كمان فكرة إنها مذكورة في القرآن وفي السنة، فبتديها كان طابع روحاني. هنا تقدروا تشوفوا معجزة انشقاق البحر، لما البحر انشق سيدنا موسى عشان يخرج من مصر هو وقومه. اللي ورايا ده كهف المعجزات، واللي فيه أشهر المعجزات اللي ذكرت في القرآن الكريم. هندخل دلوقتي ونشوفه من جوه. أول معجزة في الكهف كانت معجزة سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، ولاحظت إن الشرح بالهندي، فحسيت إن أنا جيت لهم في وقت مش مناسب أوي، فقلت مش مشكلة، القصة أنا عارفاها، هاتفرج على الكرتون أو الأنيميشن اللي معروض وخلاص. بس أول ما قعدنا الأمن جه وسألنا تحبوا تسمعوا بلغة إيه؟ فأنا اخترت العربي، فجاب لنا الجهاز اللي بيترجم على طول، يعني أنا بلبس السماعات وبمشي مع على حسب القصص إيه بسمع الترجمة بالعربي. تاني معجزة كانت معجزة سيدنا عيسى في إحياء الموتى، وذكروا الأربع أشخاص اللي سيدنا عيسى أحياهم. تعرفوا هم مين؟ المعجزة اللي بعد كده كانت نملة سيدنا سليمان، وإزاي قدرت تحذر شعبها أو باقي مجموعة النمل إن هم يستخبوا من الجيوش. मुकद्दर ने उससे पता किया था जो किसी बादशाह या ताकतवर इंसान के बस में नहीं था। उसको जानवरों और परिंदों की बोली सिखाई गई तो वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से एक थे और अल्लाह بعد كده معجزة سيدنا موسى وخروجه من مصر وغرق فرعون. المعجزة اللي قبل الأخيرة كانت لسيدنا إبراهيم وقصة إحياء الطيور. وآخر حاجة في زيارة الكهف كانت معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في انشقاق القمر. الكهف كانت تجربة مميزة، رغم إن القصص دي كلنا عارفينها، إلا إنهم كانوا ضايفين معلومات كنت أول مرة أعرفها. قولي حاجة بقى جديدة اتعلمتها النهاردة أو عرفتها النهاردة. Um, I was not aware that Isa alayhi salam has given another life to the son of Hazrat Nuh, and again he have been sent back. Yeah, It's that a was new thing new. for me. Yeah. And what was your favorite place here? Uh, to be honest, this glass building was good. Glass garden where because the scene it's completely transparent, the whole natural light is coming inside and it's so good. Caves are having some special kind of taste as well. That is also like giving a different kind of feeling. ده كان ملخص اليوم اللي قضيناه النهارده في الحديقة القرآنية أو قرآنيك بارك. المكان مريح جدا نفسيا، الخضرة في كل مكان، صوت المية والنافورة مريح جدا. الجو كمان دلوقتي جميل، يعني مش حر ومش مفهوش رطوبة، فالجو كمان كان حلو. المكان كبير جدا، احنا يمكن ما مشيناش
ما تمشيناش يعني فيها كلها، تمشينا بجزء صغير منها، بس هو كبير جدا. وبالتالي بقول لكم ان هو مناسب جدا للعائلات. والمكان ده من الاماكن اللي بتقول ان دبي مش بلد بتاعت اغنياء، وانك مش لازم تدفع كم كبير قوي عشان تستمتع. انت ممكن تيجي هنا وما تحتاجش انك تدفع فلوس لو مش هتدخل كهف المعجزات والبيت الزجاجي. ولو هتدخل الاثنين فهم الاثنين ب10 درهم للشخص، وبتدفع عن طريق كارت نول او كارت المواصلات. وبس ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وتقولوا لنا عايزين تشوفوا ايه المره الجايه. ولحد ما نشوفكم، سلام.